اهلا بيكم. الفيديو ده مكمل للفيديو اللي فات، وهنعرض معظم ادوات التطريز اللي ممكن نستخدمها واحنا بنشتغل. الخيوط من الادوات المهمة جدا، تختلف اشكالها وانواعها والوانها على حسب الموديل والتصميم المنفذ. زي خيوط المالونيه، ليها خامات وانواع كتيرة، في منها القطن وفي منها الحرير، وكل لون بيكون ليه رقم. يفضل لما اشتريها الفها على اسطوانات بلاستيك بالشكل ده عشان يسهل عليا الاستخدام. وفي الكوتون برليه والسرمة، فضي او ذهبي او ميكس الوان. اما بالنسبة للاقمشة فلازم اختارها بعناية على حسب التصميم ونوع التطريز اللي انا هشتغله. في منه المخرم زي الاتامين، وفي الاقطان، وفي الكتانات، وفي كمان قماش الستان. الأقمشة خاماتها كتير وألوانها كتير، بختار اللون والخامة اللي هتناسب الخيوط اللي أنا بشتغل بيها. كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن طارة التطريز وازاي بستخدمها وازاي بشتغل عليها. اللي شايفينه قدامنا ده ستاند بيمسك الطارة، بيسهل عليا التطريز خصوصا لو لسه مبتدئة. المقصات في منها الصغير وفي منها الكبير. طبعا الكبير انا بستخدمه بقص بيه القماش، والصغير بقص بيه الخيوط او الفتل او الورق. في منها البلاستيك وفي منها المعدن، وفي كمان اللي على حرف يو. ابر التطريز وانا بشتريها اراعي ان تكون مناسبة لسمك الخيط وسمك القماش. في ابر سميكة وفي ابر رفيعة، وفي ابر ذو فتحات واسعة، وفي ابر بتكون الفتحات بتاعتها ضيقة. وطبعا في ابرة النفاش، ودي بتدي نتيجة مختلفة في التطريز، وهتكلم عنها اكتر في فيديو تاني. وفي كمان الاقلام الحرارية، ودي برسم بيها على القماش وسهل ان انا اطلعها بالحرارة. اما بالنسبة لقماش الفازلين، وده النسيج بتاعه بيكون مختلف، في منه السميك وفي منه الخفيف، وده بستخدمه علشان اقوي بيه القماش اللي انا بطرز عليه. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة.